رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر عام 2008 عام الإعمار والخدمات ومحاربة الفساد الإداري والمفسدين، وها هو عام 2008 يفتح أبوابه على كم من الخلافات السياسية بين القوى الفاعلة على الساحة، وهذه الخلافات بحسب برلمانيين ستلقي بظلالها على الجهاز التنفيذي للحكومة خاصة وأن السلطة غير موحدة، بالإضافة إلى الترهل في الإنفاق على الدرجات التي يجب أن تضغط كالمنافع الاجتماعية ورواتب الموظفين. السلطة غير موحدة، هنالك عدة مراكز للسلطة، وهذا يشل فاعلية الحكومة على أداء دورها، ولا بد أن تعالج مسألة وجود مركز حكومي قادر ومنفذ ومهيوب، وأن يكون هنالك جهاز تنفيذي موالي للحكم، أن يكون هنالك أجهزة حقيقية موالية للسلطة وليست موالية لعدة جهات، وهذه مشكلة كبيرة تتعلق بأزمة الحكم في العراق. تجربة ميزانية عام 2007 ما زالت ماثلة، إذ لم يستثمر منها سوى 40% بحسب ما يؤشر المختصون، بالإضافة إلى أنها ميزانية استهلاكية أكثر منها استثمارية، إذ لم تراعي مسألة تأهيل القطاع الصناعي والزراعي لتتحول إلى موارد تساند الموارد النفطية. لا نرى هناك أي التفات لموضوع الصناعة، لموضوع الزراعة، لموضوع القطاع الخاص. لا توجد سياسات كاملة من حيث الآليات، من حيث الإجراءات، من حيث الأهداف التي يجب تحقيقها، ومن حيث الجدول الزمني الذي يمكن تحقيقه في هذا المجال. رفع سقف التفاؤل لدى المواطن والنوايا الحسنة لا تكفيان لتحقيق طموحات الحكومة، فهناك الفساد المالي والإداري الذي أثر على إعادة الإعمار والخدمات في جميع المحافظات، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالقطاع الخاص، ما يجعل الميزانية بكبر حجمها ميزانية استهلاكية. نتمنى أن يكون ميزانية العراق التي تتمناها أن نراها أن يكون هناك نوع من النظام الضريبي بحيث تصبح إيرادات البلد لتوظيف النفقات التشغيلية من الضرائب، وتصبح إيرادات النفط تصب إلى قضايا استثمارية عامة. نحن بحاجة أن نرى نوع من التوجهات الجديدة في رفض برامج عمارية استثمارية عملاقة في العراق. يضاف إلى كم المشاكل التي ستعترض الأداء الحكومي في تنفيذ الخطة الانفجارية مشكلة نصاب البرلمان في التصويت على المشاريع المهمة التي لها صلة بتطبيق خطة الحكومة، والخلافات البرلمانية بحسب أعضاء فيه صدى للخلافات بين القوى السياسية الأساسية. لبرنامج حديث النهرين، فلاح الذهبي، الحرة، بغداد.